اليوم نحن نتكلم من هذا البلد الطيب والشعب الحر، من بلد الكويت وشعب الكويت، وهذه البلد التي اتفقت الحكومة والشعب أجمع على القضية الفلسطينية، وأنها ستقف مع الشعب الفلسطيني في حقه في المقاومة واسترداد أراضيه المحتلة من الكيان الصهيوني. هذه قضية متفق عليها بين جميع الشعب الكويتي، حكومة سواء في الجهات الرسمية وأيضا في البرلمان وأيضا عموم الشعب الكويتي. ولا يغرنكم الشواذ الذين لا يمثلون أحدا في هذه الآراء الشاذة التي لا قيمة لها، بل هم أشبه ما يمثلون الصهاينة بآرائهم. وكما أن هنالك صهاينة من إسرائيل، فهنالك صهاينة أيضا من العرب، كانوا قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بين صفوف الصحابة وصفوف المسلمين يخذلون المسلمين في حروبهم ومواجهتهم لأعدائهم. واليوم هؤلاء يتحالفون مع أعداء الأمة، نراهم في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي. لكن قضية فلسطين قضية عند الشعب الكويتي، قضية مبدأ، قضية دين، قضية متفق عليها لا يمكن أن نختلف عليها، لا حكومة ولا شعبا. ولذلك نحن من هذا المنبر ومن هذه البلد الطيب نحيي الشعب الفلسطيني، ونحيي هذه الانتفاضة وطوفان الأقصى الذي أرعب الصهاينة العرب قبل صهاينة بني إسرائيل. ولذلك أيها الشعب الفلسطيني، حق المقاومة لكم لا يمكن أن ينازعكم فيه أحد. تنتهك بلادكم وتعرض النساء للضرب والإهانة، وكذلك بيوت الله والمسجد الأقصى يدوس عليه ذلك هؤلاء الأنجاس من اليهود على هذه المقدسات، لا يحترمونها ويريدون منا أن نحترمهم. لا والله، ليس لهم احترام ولا قيمة لنا إن احترمنا من يهيننا، فكيف نحترم من يريد إذلالنا وإبادتنا واحتلال بلادنا؟ ليست في مبادئ الدين ولا في مبادئ الرجولة ولا في مبادئ العروبة الأصلية أن نسمح لمن يهين النساء ويهين المقدسات وينتهك الحرمات أن نتعامل معه بتعامل اللطيف. لا يسمح أي مبدأ من مبادئ الدنيا تسمح بهذا الأمر. ولذلك اليوم نحن نقول سيروا على بركة الله. نحن نعلم أنكم تعلمون عواقب هذه الأمور، لأن لا يوجد هنالك أسوأ من الحالة التي تعيشونها إلا أن يكون هنالك استشهاد في سبيل الله أو النصر، وبإذن الله ستنالون الحسنيين، الشهادة والنصر بإذن الله. واليوم هذه الحرب التي لم يتوقعها العالم بأسره، ليس فقط إسرائيل، العالم بأسره لم يتوقع هذا الطوفان الذي حدث في الأقصى. ونشكر الجمعيات النفع العام في الكويت وأيضا التكاتف الشعبي في وسائل التواصل الاجتماعي على هذه الوقفة، وهذا حقكم علينا، وهذا أقل ما نقدمه لكم أيها الأبطال الذين تقاتلون نيابة عن الأمة. لا تلتفتوا إلى هؤلاء الشرذمة الذين يعتبرون نكرات ولا قيمة لهم بين الرجال وأصحاب الكرامات وأصحاب المبادئ. ثبتكم الله ونصركم بإذن الله، وبإذن الله هذه ستعقبها أيضا انتصارات، وكرامة الأمة سترجع، وأراضي الأمة ستعود إلى الأمة بإذن الله قريبا. وشكرا لكم، وصلى الله وسلم عليكم.